ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن الألم في مقابل المعاناة. هو في فرق بين الألم والمعاناة؟ في فرق. في مقولة بتقول ان الألم حتمي لكن المعاناة اختيارية. هو في ناس ممكن تختار تعاني يا جماعة؟ خلينا نتكلم الأول عن الألم وبعدين نتكلم عن المعاناة. الألم، لو أنا اتكلمت عن الألم كإحساس جسدي، لو أنا ماسك في حاجة سخنة أو إيدي على حاجة فيها بتتحرق، فإحساسي بالألم هيخليني أسحب إيدي علشان الأنسجة ما تتاكلش. لو أنا مثلا رجلي اتكسرت، فالألم هيمنعني إن أنا أكمل مشي، أو إن هيخليني أوقف إن أنا أمشي لحد ما يحصل حالة من التعافي أو التئام للعظم ده بالنسبة للأحاسيس الجسدية. الألم كإحساس جسدي. لو حد مقرب أو كده أنا فقدته سواء بالوفاة أو غيره، فأنا طبيعي إن أنا أتألم وأحزن. كمان لو أنا موجود بقى في علاقة فيها استنزاف أو فيها عدم احترام أو فيها انتهاك لحدودي، فأنا إحساسي بالألم هيحميني أو هيخليني أخد خطوات ستيب باك لورا، ان انا ما اكملش في العلاقة دي، او ان انا احمي نفسي من الاذى اللي موجود في العلاقة دي. فالألم ليه وظيفة مهمة جدا، والألم حتمي. يعني احنا ما نقدرش ننكر ان الألم موجود معانا في الحياة طول ما احنا ماشيين. تعالوا نشوف بقى المعاناة دي بتحصل لما الواحد يرفض الألم. لو انا رجلي مكسورة وانا مصمم ان انا همشي عليها وهتجاهل هذا الألم وهرفضه، فانا هعمل ايه؟ انا ببوظ الدنيا اكتر. انا بدخل نفسي في دايرة من المعاناة، من تفاقم للوضع، لان انا مش قابل الألم اللي انا رافضه. لا، انا كويس، انا هكمل ماشي على رجلي المكسورة دي، رجلي مش مكسورة اصلا. فدي حاجة من الحاجات. كمان الاكترار. اما الاكترار ده بمعنى ان انا هفضل اعيد وازيد في الحدث المؤلم، فهفضل اقول ده انا رجلي اتكسرت، ده فلان ده ضايقني، ده فلان ده مش عارف ايه، وافضل اعيد وازيد في هذا الحدث المؤلم. فالاكترار بيعمق الألم ويودي للمعاناة. فأساليب التفكير بتاعتنا ممكن تودينا لسكة المعاناة واحنا مش اخدين بالنا. حاجة كمان، فكرة ان انا هخلي الألم ده يعني مصاحب ليا كجزء مني انا. الألم ده بقى هويتي خلاص، انا هذا الألم، انا انسان مظلوم، انا انسان ضحية. انا خلاص قرنت نفسي ان انا والألم ده، انا الألم ده الايدنتيتي بتاعتي، الهوية بتاعتي. فخلاص كده انا انسان متألم، فانا هفضل في دايرة انا حد مظلوم وحد ضحية، فانا هفضل في دايرة المعاناة. فالألم مختلف عن المعاناة. المعاناة زي ما قلنا اختيارية، فياريت لما نيجي نختار ما نختارش ان احنا نعاني، نختار نحط الحاجات في احجامها الصحيحة. الحاجات دي بتاخد وقت، التغيير في العموم بياخد وقت. لو حد النمط بتاعه ان هو بيعمل الحاجات دي طول العمر، اكيد هياخد وقت على ان هو يقلل حتى من الموضوع ده، او حتة ان هو يبقى عنده وعي انه بيعمل كده اصلا، هتخليه ينتبه شوية ان ده بيحصل، وبالتالي هيكسر شوية دايرة المعاناة. ده كان فيديو النهاردة عن الألم والمعاناة، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله.